السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. بحب أشكر كل اللي بيدعمني، سواء بيعمل لي لايك على الفيديو أو بتعلق فيه كلمة طيبة أو باشتراكه في القناة. بأكد على حتة اللايك على الفيديو. لو أنت أول مرة تتابعني أو تشاهدني، يشرفني اشتراكك الجميل في القناة وفعل زر الجرس ليوصلكم كل جديد. النهاردة في الفيديو ده هنتكلم في كام نقطة مهمين. الكام نقطة دول حلول لمشاكل بتظهر عند غاوي فرخ الحمام. طبعا يا جماعة، المشاكل دي بتظهر في اليومين اللي احنا فيهم دول. بسبب ايه؟ بسبب جو شديد البرودة. طبعا الجو ما يكون شديد البرودة، اول حاجة ده بيأذي الحمام وبيزعل الحمام وما بيخليش الحمام ياخد شكله الطبيعي في اول حاجة في انتاجه، وان هو يقدر يتعامل بشكل سليم. مبدئيا كده يا جماعة، المشاكل بتظهر اليومين دول حلها او حلولها كتير، لان مشاكلها كتير، ولما المشاكل بتكتر الحلول بتكتر. اول حاجة، لو انت بتربي في سلاكة او في لوفت، فانت اهم حاجة تدفئة المكان اللي انت بتربي فيه. وتدفئة المكان اللي انت بتربي فيه ده، اول حاجة ان انت بتقفل فتحات البحري، وبتحاول على قد ما تقدر بتسيب فتحات الإبلي. طبعا فتحات البحري بيخش منها تيارات هواء شديد وتيارات هواء مباشرة. فطبعا التيارات الهواء الشديدة دي او التيارات الهواء المباشرة دي، اول حاجة دي بتأذي الحمام. طيب، وانت لما بتفتح فتحات الإبلي، فانت بتساعد على على دخول الاكسجين جوه المكان اللي انت بتربي فيه، زائد برضك ان انت بتجدد الهواء، زائد ان بيبقى فيه تقليب في المكان اللي انت بتربي فيه، زائد مع وجود طبعا شفاط، عشان مثلا الوقت اللي انت بتطلع تخدم الحمامتين فيه، بتفتح الشفاط ده مثلا من 5 ل10 دقايق، بيشد طبعا الأتربة اللي موجودة، أو الزغب أو الأمونيوم، أو ثاني أكسيد الكربون الناتج عن ذبل الحمام. فطبعا ده مهم جدا. زائد انت بقى خدمتك مع الحمامتين لازم يكون في نشاط، وما تكونش فيه خمول ولا كسول. بمعنى الحمام يا جماعة في الفترة اللي احنا فيها دي لازم ايدك مع الحمامتين. طبعا اول حاجة ان انت طبعا بتكون بتقدم للحمام عندك كلفة فيها عناصر، اول حاجة غنية بالبروتين والنشويات، وطبعا حبوب طبعا بتساعد على تدفئة وتسخين جسم فرد الحمام. طيب، في نفس الوقت برضك الحمام برضك يا جماعة لازم يكون خالي من الحشرات. ليه الحمام يكون خالي من الحشرات؟ لان انت عايز فرد الحمام يكون مركز ان هو يقف يعض في الكلفة، وان هو يخش يزق الزغاليل اللي تحتيه، او يقعد على الحصى عشان يدفيه التدفئة السليمة او التدفئة الصحيحة او التدفئة الطبيعية. ففرد الحمام لما يكون مليان حشرات، فطبعا بيبدأ يهرش تمام شمال ويمين، وبيبقى طبعا بيتحرك كتير مكانه، مبقاش مستريح. فطبعا ده برضك عامل من العوامل ان ممكن تخلي فرد الحمام عندك ان هو يحصل له طبعا مشاكل بسبب بسبب وجود الحشرات. يبقى لازم تتخلص من الحشرات. وفي برضك نقطة برضك لازم تاخد بالك منها. انت النهاردة لما ربنا بيمن عليك ويكون عندك الحمام منتج، فانت لازم يكون الإضاءة تكون كويسة. إضاءة تكون كويسة. طيب، زائد برضك ان انت المكان اللي انت بتربي فيه اللي هو السلاكة او اللوفت لازم يكون نظيف. لازم يكون نظيف. وطبعا بعد ما بتنظف طبعا بتبدأ تطهر المكان
باي ماده مطهره عشان تتخلص من ايه، من وجود اي بكتيريا او اي حشرات في المكان. طيب زائد برضك يا جماعه ان انت لازم ان الحمام بتاعك يكون طبعا انت مفلتره من حاجات كتير، مفلتره طبعا من الديدان، مفلتره طبعا من السموم اللي في جسمه، مفلتره طبعا من لو قدر الله في سالمونيلا او فطريات. طبعا الحمام ده يا جماعة يعتبر زي ابنك، لازم تشتغل معاه ميري. يعني ايه تشتغل معاه ميري؟ يعني بتأهله ان هو لا قدر الله لو حصل له دروب ولا اي حاجة بيكون عنده تمام مناعة ان هو يقدر تمام يعدي المرض ده او يقاوم المرض ده. فانت برضك بتشتغل برضك على ايه؟ بتشتغل برضك على رافع مناعة في الفترة اللي احنا فيها دي، رافع مناعة كويس. تمام. زائد برضك يا جماعة ان انت بفضل الله الحمام مش كل شوية يعني الحمام مثلا في عيونه ما تحاولش ان انت تغير مكانه تمام في اماكن تانية، او تنقل الحمام تمام مش بعيد عن اماكنه. ده برضك ايه بيساعد ان فرد الحمام مناعته تقل ويصاب بامراض. طبعا كام نقطة دول يا جماعة تمام عايزك تركز فيهم. برضك يا جماعة في برضك حاجة انت مش واخدين بالكم منها. انتاج اللي في الشتاء بيبقى طبعا حصى كتير، وبيبقى طبعا في زغاليل كتير، بس محتاجة مراعية. يعني هتبص تلاقي مثلا عندك الزغاليل كلفة كويس وتمام التمام واكلة كويس، بس الحصالة بتاعتها مليانة. انت في الفترة دي طبعا بتستخدم السرنجة بتاعتك، وانا في فيديوهات وريتها لك، وبتبدأ طبعا تروي الزغاليل بايدك، لان في الفترة دي الاهالي اللي هو الذكر والنتاية او القص المنتج ما بيبقاش عنده اقبال على المية كتير في اليومين الساقعة دول. فانت بتحاول تعمل ايه؟ بتحاول انت تروي الزغاليل دي. طبعا ده بيساعد كتير ان الزغلول بفضل الله او الزغاليل عندك تبقى الحصانه بتاعتها مليانه اكل. والاكل ده يعتبر طبعا نسبه كبيره، زي ما احنا عارفين ان في الشتاء احنا بنكلف الحمام خشن، فتلاقي نسبه كبيره من الحمام بيكلف خشن. فطبعا الحبوب السليمه دي اللي هي الكلفه الخشنه ما بتبقى في حصانه الزغلول بتبقى محتاجه ميه تمام عشان يبقى فيه ايه سهولة في الهضم، واللي يبدأ ايه الجهاز الهضمي يشتغل شغله الطبيعي، ويبدأ يهضم الأكل اللي في حصانة فرق ايه الزغلول. يبقى انت كده بفضل الله ساعدت ان انت ايه تحافظ على زغاليلك. زائد برضك ان انت بتبدأ تعمل حاجة كويسة في الشتاء يا جماعة، ما بتحط الزغلولين تحت القص، بتحاول تحط زغلول. ونفس الوقت برضك ان انت الزغاليل بتحاول يا جماعة، يعني انت مثلا في أصوص مثلا بتبدأ تقوم من على زغللها أو من على حصاها. فانت بتبدأ هنا تشتغل ازاي؟ بتبدأ تشتغل بمتابعتك تمام اليومية على الأصوص المنتجة دي. ازاي؟ مثال مثلا لو انا مثلا بكلف لقيت قص قايم من على زغلله، وزغلله مثلا ايه ساقعة، ببدأ اخد الزغاليل دي تمام اخدها. انا طبعا ببقى عامل حضانة بيبقى فيها لمبه صفراء، ببدا اخد بترمومتر حساس تمام، ببدا اخد الزغاليل دي وبشتغل معاها تاكيل يدوي. طب لو انا عندي مثلا اصوص تحتها زغلول، باخد طبعا زغلول من الزغاليل الساقعه دي الاهالي تركتها، باخد زغلول منهم بيكون في نفس الحجم ونفس الشكل يعتبر تمام قريب منه، ببدا احطه جنب الزغلول التاني. بيبدا الاهالي الحاضنه دي اللي تحتها زغلول تزق الزغلولين بفضل الله. يبقى انا كده ببدا احافظ على انتاجي. حمام مثلا امن على حصاه، بشوف مثلا حمام قاعد على حصى كويس، باخد حصوايه من الحصويتين اللي الأصوص قايمت من عليها دي، وابدا ازرعها لحد ما يبقى مثلا القص ده يجي يفك الزغلولين اللي تحتيه ويبدا الحصوايه دي تفك برضك معاهم تمام. ما فكت قبليهم ببدا اشوف قص من اللي هم
فقسوا في الميعاد ده، او تحتيهم الزغلول في السن الزغلول اللي فقس فيه ده او بالحجم ده، وابدا ازرعه واشتغل طبعا بتاكيل يدوي او تلبين تمام في الاول لحد ما الدنيا تمشي. دي طبعا حاجات انت بتبدا تشتغل بيها مع حمامك عشان تحافظ عليه. زائد برضك ان انت تهتم طبعا تدي الحمام سيلينيوم كويس طبعا تمام. ده محفز طبعا جنسي، يبقى حلو للذكور وحلو للنطي. برضك يا جماعه الاسوس المنتجه، طبعا انا قلت لك ان انت بتاكل طاقه واحده في اليوم، بتاكل طاقه واحده في اليوم تمام زي الفل. طب بالنسبه لليومين الساعه اللي احنا فيهم دول، بتحاول طبعا تاكل طاقتين، بس الطاقه التانيه يفضل تمام قبل مثلا قبل الساعه 8، قبل الساعه 9 تمام. ده ليه؟ الحمام طبعا في الشتاء بيحرق كتير وبيهضم بسرعه، عكس الصيف طبعا بيروي ميه كتير، بيشرب ميه كتير، لكن في الشتاء تلاقيه بيكلف كويس وبيهضم بسرعه. فانت تبص تلاقي الاهالي الحاضنه اللي هي الاهالي تحتها زغاليل او تحتها انتاج، بتبص تلاقي بسم الله ما شاء الله بيزقوا الزغلول كويس وبتاع، بس بتلاقي الاهالي مش واكله كويس. انت بتدي جرعه وجبه تانية تمام، عشان الاكل ده بيعمل على بيعمل على تدفئه الاسوس بفضل الله. والاسوس لما بتبقى دافيه وكويسه وتمام التمام، تبدا تقعد على زغاليلها وبتدفي زغاليلها. فطبعا يا جماعه موضوع الفرخ متعه اول حاجه، وبحر واسع، وفي نقاط كتير وفي مراحل كتير، كل مدى عن مدى تمام. السلاكه اللي انت فيها دي تمام، او اللي انت بتربي فيها دي، هتعلمك حاجات كتير. بس اهم حاجه تبقى عندك حته نشاط، مبقاش عندك خمول ولا تكاسل. طبعا يا جماعه بشكر كل متابعيني وكل مشاهديني على القناه، او اللي لسه هيتابعوني او لسه هيشاهدوني، ان هم بيعملوا لايك على الفيديو، او بيعلقوا لي بكلمه طيبه، او طبعا بيشتركوا في القناه، او بيعملوا مشاركه للفيديو. فطبعا احب اقول لكم ان انا في الاول وفي الاخر تمام كله بفضل ربنا سبحانه وتعالى، بس نجاحي برضك بيكو ومكمل بيكو، لان انتوا يعتبر الحاجه اللي بتخليني استمر وانجح. طبعا كل ده كل ده بدعمكم. فبشكر حضراتكم، او بشكر كل اللي بيساعدني باي شكل من الاشكال وبيدعمني باي شكل من الاشكال. انتظروني كل جديد ومفيد للغاوي وللغاية المصرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.